كده خلصنا السطر ال47، هنبدأ السطر ال48. احنا هنا قفلنا بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع. هنبدأ السطر الجديد. أول حاجة هنبتدي 5 سلاسل ارتفاع، هنعمل 1 2 3 4 5، ونيجي هنا عند أول عمود وهنعمل عمود. كده كونا أول مربع معانا في السطر. احنا هنا عايزين نعمل 6 مربعات. عملنا أول واحد، سلسلتين، نعمل التاني سلسلتين 3، سلسلتين 4، سلسلتين 5، سلسلتين، هنعمل رقم 6. عملنا كده 6 مربعات، 1 2 3 4 5 6. دلوقتي هنبدأ نعمل 10 عمود. عملنا أول واحد، نعمل 2 3 4 فوق العمود، 5 6 7 8 9. ادي 10. عملنا 10 عواميد. بعديها هنعمل مربعين، ادي 1 وادي تاني مربع. كده عملنا مربعين. بعديها هنعمل 7 عواميد. عملنا اول واحد ده بنحسبه معانا، ادي 2 3 4 5 6 وادي معانا 7 عمود. بعديها هنعمل مربع واحد، هنعمل سلسلتين ونتخطى ونيجي هنا عند اول عمود ونعمل المربع. بعديها هنعمل 7 عمود. معانا اول واحد، هنبدأ نعد 2 3 4 5 6 7. عملنا 7 عمود. بعديها هنعمل 3 مربعات، ادي سلسلتين ونيجي نعمل اول مربع، سلسلتين ونعمل تاني مربع، سلسلتين وهنعمل تالت مربع معانا. بعديها هعمل 7 عواميد. هنعد ده معانا اول واحد، ادي 2 3 4 5 6 وادي 7 عواميد بلفة واحدة. بعديها هعمل 4 مربعات، سلسلتين نتخطى العمودين وننزل نعمل عمود، ادي مربع، سلسلتين هنعمل تاني مربع، سلسلتين وهنعمل تالت مربع، سلسلتين ومعانا اخر مربع. وكده وصلنا عند حرف الفي هنا هنشتغل فيها. عملنا عمود واحد في اول عمود من الفي، بعديها نعمل سلسلة ونلف الخيط ونشتغل هنا في قلب الفي، هنعمل عمود بلفة، وبعدين هنشتغل سلسلة واحدة وهنيجي عند طرف العمود التاني من الفي وهنشتغل عمود فوق العمود. وبكده هنبدأ نشتغل، نكرر كل اللي اشتغلناه تاني. 5 سلاسل اللي هم 5 سلاسل ارتفاع. كونا 6 مربعات، بعديها عملنا 10 عواميد، بعدين مربعين، بعدين 7 عمود مربع، 7 عمود، 3 مربعات، 7 عمود. بعديها عملنا 1 2 3 4
4 مربع، وجينا هنا عند الفي عملنا عمود سلسلة عمود جوه الفي سلسلة عمود، وبكده السطر كله خلص. نكرر السطر كله لحد ما نوصل لنهاية السطر. وكده بعد ال7 عواميد هنعمل 3 مربعات، وبعديها التزايد اللي فيه حرف الفي عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وبعديها هيكون علشان نبتدي الجزء الجديد هيكون معانا 7 مربعات. احنا كنا بدأنا السطر ب6، احنا هنا عشان الزيادة اللي عملناها بقى هيكون معانا 7، 1 2 3 4 5 6 7، وبكده دي المسافة اللي بين كل شغل والتاني. كده خلصنا السطر ال48 وهنبتدي ال49. انا هنا قفلت بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع، وهنبدأ على طول نشتغل السطر ال49. هنبتدي ب5 سلاسل، وهنيجي هنا عند اول عمود وهنعمل عمود، وكده احنا كونا اول مربع معانا. انا عايزه اعمل مربع كمان، هنعمل سلسلتين وننزل هنا في فوق العمود هنعمل عمود، بقى كده معانا مربعين. بعديها هنعمل 7 عواميد. هنعد معانا اول عمود اللي احنا موجود معانا، ادي 1 2 3 4 5 6، ادي معايا 7، بقى معايا هنا 7 عواميد بلفة واحدة. بعديها هعمل مربع واحد، نعمل سلسلتين وننزل عمود فوق العمود. بعديها من اول هنا انا هشتغل 16 عمود. هنعد اول عمود معانا، دي 1 2 3 4، هنبدأ عمود فوق كل عمود، 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 هيكون عمود فوق العمود. بعد ما عملنا ال16 عمود كلهم ورا بعض هنبدأ نعمل مربع واحد، هنعمل سلسلتين وننزل في اول عمود هيقابلنا. بعد المربع هنشتغل 7 عواميد. معانا اول عمود نشتغل التاني على طول، 3 4 5 6، ادي 6، وادي اخر واحد معانا 7 عواميد. بعديها هشتغل مربع سلسلتين ونسيب المكان نروح عند اول عمود، يبقى كده عملنا المربع. بعديها من اول المربع ده انا عايزة اشتغل 22 عمود. انا هنا معايا اول عمود، هنبدأ نعد 2 3 4 كلها عواميد فوق العواميد، 5 6 7 8 و9 هيكونوا في الفراغ، 8 9 10 11 و12 في الفراغ، 13 14 و15 في الفراغ، 16 عمود فوق العمود، ونكمل عواميد فوق العواميد. هنا معانا 16، نكمل 17 18 19 20 21
هنا 21 22. يبقى كده احنا عملنا 22 عمود ورا بعض. بعديها هنشتغل 4 مربع، 1 سلسلتين وننزل عمود فوق العمود، 2 سلسلتين وننزل عمود، 3 سلسلتين وننزل برضو، 4. وهنيجي هنا عند التزايد اللي احنا عاملينه في السطر اللي قبليه على طول. طيب احنا هنا كنا عاملين عمود سلسلة عمود سلسلة، لا انا الدور ده هعمل عمود سلسلتين عمود في قلب العمود سلسلتين عمود، يعني هشتغل هنا سلسلتين واعمل عمود، بعدين سلسلتين وهشتغل عمود فوق العمود، وهبدأ اشتغل هعمل مربع كمان، بعدين هبدأ اشتغل ال7 عواميد اللي احنا اشتغلناهم في الجزئية اللي قبل كده، 7 عواميد. ومن هنا هنبدأ نكرر تاني كل الشغل بتاعنا، هنراجعه مع بعض تاني. بدأنا ب5 سلاسل، بعديها عملنا بمقام اول مربع، وادي تاني مربع، 7 عواميد مربع، 16 عمود مربع، 7 عواميد مربع، 22 عمود. بعديها اشتغلنا 1 2 3 4 4 مربعات. بعدين هنا عملنا 3 مربعات اللي هما التزايد بتاعنا مش محسوبين معانا، احنا عايزين نركز في العدد اللي هنبدأ بيه بعد كده، هيكون 1 2 3 ونبدأ 7 عواميد تاني ونكرر. يعني المربعات اللي بين الشغل الأول والتاني هيكونوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مربعات، ونبتدي ب7 عواميد تاني ونكرر كل كده. خلصنا السطر 49، قفلت بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع. هنبدأ دلوقتي السطر 50 بإذن الله. أول حاجة هنعملها هنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 سلاسل. بعديها هنيجي هنا عند أول عمود وهعمل عمود. طيب كده أنا عملت إيه في البداية؟ عملت مربع واحد بس، هنا ده مربع واحد بس معايا. بعديها هشتغل 7 عواميد، احنا هنا معانا أول واحد، هنشتغل أدي التاني التالت 4 5 6 وادي 7. طيب اشتغلت 7 عواميد بعد اول مربع، بعديها هشتغل 2 مربع، هنعمل سلسلتين ونتخطى العمودين وندخل في العمود التالت. ادي اول مربع معايا. تاني مربع هيكون سلسلتين، وهاجي هنا في اول عمود هيقابلني، يبقى كده انا عملت مربعين. بعديها هشتغل 7 عواميد كمان، احنا قلنا بنعد ده معانا اول واحد، ادي 1 2 3 4 5 6 وادي اخر واحد معانا 7. يبقى اشتغلت 7 عواميد ورا بعض. بعديها هنشتغل 2 مربع كمان، يبقى نعمل مربعات، يبقى نعمل سلسلتين ونتخطى من تحت 2 عمود ونيجي عند التالت ونعمل عمود، ونعمل سلسلتين كمان ونتخطى عمودين ونيجي عند التالت ونعمل عمود. يبقى كده انا معايا مربعين، يبقى انا هنا بقى معايا مربعين بعد ال7 عواميد. بعديها هشتغل 4 عواميد، احنا معانا اول واحد، دايما نحسب اول واحد، ادي التاني 3 وادي 4. بعديها هنشتغل 2 مربع كمان، هنشتغل سلسلتين ونيجي هنا عند اول عمود هيقابلني عشان في مربع تحت، وهنشتغل اول مربع. بعديها سلسلتين ونتخطى عمودين ونشتغل في التالت ونعمل تاني مربع معاه.
يبقى كده انا اشتغلت مربعين. يبقى انا عملت كام؟ 7. دي 1 2 وبعديها 2 مربع وبعدين 4 عواميد وبعدين 2 مربع. دلوقتي من اول هنا هشتغل 7 عمود كمان. انا معايا اول واحد هعد 7 2 3 4 5 6 وادي 7 في اول عمود موجود معايا. بقى كده معانا 7 عواميد. بعديها هنشتغل 2 مربع، نعمل سلسلتين ونتخطى عمودين وندخل في التالت. ادي اول مربع معايا. بعديها سلسلتين ونعمل مربع كمان، نسيب عمود والتاني وادي التالت. ادي كده تاني مربع معايا. بعديها عايزة اشتغل 13 عمود. انا هنا معايا اول عمود هنعد 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وادي اخر واحد معايا 13. عملت 13 عمود ورا بعض. بعديها هشتغل 6 مربعات، 6 مربعات ورا بعض. طيب سلسلتين ونعمل اول واحد، نتخطى عمودين وندخل في التالت. نعد بقى معانا هنا مربعات هنعد فيها. ادي التاني سلسلتين وهعمل التالت سلسلتين، ادي الرابع سلسلتين وهنعمل الخامس سلسلتين وهعمل السادس. يبقى كده انا عملت 6 عواميد 6 مربعات. طيب العمود، اخر عمود احنا عملناه ده المنتصف بتاع الشغل نفسه، ده هنعمل فيه حرف في. انا عملت لما عملت السادس مربع انا عملت اول ضلع في الفي، بعديها هعمل سلسلتين وانزل في نفس المكان تاني واعمل حرف التاني من الفي. بعديها بداية السطر يعتبر الجزء الجديد من السطر. هنشتغل كام مربع؟ هنشتغل 3 مربعات. نعدهم مع بعض. ادي 1 2 3. دايما باكد على الجزئيه دي علشان اكد معاكم نهايه الجزء ده وبدايه الجزء الجديد عشان ما يكونش فيه لخبطه في عدد المربعات. يبقى هنا معايا هنراجع كل اللي احنا اشتغلناه في الجزئيه دي واللي هتتكرر معانا. اول حاجه اشتغلت 5 سلاسل، بعديها عملت 7 عواميد مربعين، 7 عواميد مربعين، 4 عواميد مربعين، بعديها عملت 7 عواميد مربعين، بعديها عملنا 13 عمود، وبعدين هنا اشتغلنا 6 عواميد 6 مربعات، حرف الفي 3 مربعات، ونبدأ تاني ال7 عواميد. يبقى بداية شغل الفيليه من هنا عشان نبدأ الجزئية دي من هنا، يبقى لازم الجزء ده نحسبه مع بعض عشان تكونوا متأكدين. معانا 1 2 3 4 5 6، وبعدين حرف الفي وبعدين 3 مربعات، ونبتدي عد من اول ال7 عواميد اللي احنا اشتغلناهم هنا في الاول بعد السلاسل. كده تكرار لحد اخر السطر. خلصنا السطر ال50، هنبتدي السطر ال51. قفلنا بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. هنبتدي السطر الجديد على طول. هنشتغل 5 سلاسل ارتفاع، 1 2 3 4 5. بعديها هبتدي اعمل اول مربع عندي. انا هنا عايزة اعمل 5 مربعات. انا عملت اول واحد سلسلتين، هنتخطى عملنا تاني مربع، هنعمل سلسلتين ونتخطى عمودين ونروح لتالت
عمود ونعمل عمود، هنكمل سلسلتين ونعمل 4 سلسلتين ونعمل 5 مربع. يبقى هنا احنا بدأنا السطر ب5 سلاسل، كونا اول مربع وبعديها عملنا 4 مربعات، يبقى البداية كلها 5 مربعات. بعديها انا عايزة اشتغل 7 عواميد. عملت اول عمود، معانا اول عمود هنعمل ادي التاني 3 4 5 6 وادي 7 عواميد بلفة واحدة. بعديها هعمل مربعين، هنعمل سلسلتين ونيجي عند اول عمود هنعمل مربع، سلسلتين وهنعمل مربع كمان. بعديها هنشتغل 4 عواميد. احنا معانا اول عمود، احنا على طول بنشتغل من تاني عمود، ادي 2 3 وادي 4 عواميد بلفة واحدة. بعديها هشتغل 4 مربعات، هنعمل سلسلتين ونيجي هنا عند العمود ده ونعمل عمود، بعديها سلسلتين وهنيجي عند العمود هنعمل عمود، هنعمل سلسلتين ونيجي نتخطى العمودين ونيجي في التالت ونعمل عمود، سلسلتين ونتخطى العمودين ونيجي في الرابع ونعمل عمود. يبقى كده عملنا 4 مربعات، بقى معايا 4 مربعات ورا بعض. بعديها هشتغل 7 عواميد. انا هنا معايا اول عمود، التاني والتالت في السلسلة، الرابع هيبقى عمود فوق العمود، الخامس والسادس في السلاسل 5 وادي 6 والسابع هيكون عمود فوق العمود. يبقى كده عملنا 7 عواميد. بعديها هشتغل 5 مربعات، ادي سلسلتين نتخطى عمودين، ادي اول مربع، سلسلتين ونعمل تاني مربع، في تالت عمود بننزل سلسلتين، هنعمل 1 2 3 هنعمل عمود، ادي تالت مربع، سلسلتين هنتخطى 1 2 هنيجي ادي معانا كده 4 مربعات، هنعمل سلسلتين ونيجي هنا عمود فوق العمود، يبقى معانا 5 مربعات. يبقى معانا 1 2 3 4 5 مربعات. بعديها هنعمل 7 عمود. معانا اول عمود هنشتغل 2 و3 في السلاسل، 4 عمود فوق العمود، 5 و6 للفراغ هنا، ادي 5 وادي 6 وهيكون السابع عمود فوق العمود. بعديها هشتغل 3 مربعات، سلسلتين وننزل عمود فوق العمود، سلسلتين وهنيجي هنا عمود فوق العمود، سلسلتين وهنيجي عمود فوق العمود. طيب انا هنا وصلت لحرف ال V اللي في السطر اللي قبليه على طول، هنا معانا حرف ال V. طيب انا هنا عملت عمود في الطرف الاول من حرف ال V، بعديها هعمل سلسلة وهاجي هنا في المنتصف هعمل عمود في منتصف حرف ال V، بعديها هشتغل سلسلة كمان واجي هنا عند الطرف التاني من العمود وهشتغل عمود بلفة واحدة. يبقى هنا عملنا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، ده كله الشغل في حرف ال V. وهبدأ هنا اشتغل المربعات والجزء من جديد. طيب الجزئية دي هيكون علشان ابدأ اعمل مربعات مليانة وفاضية هنشتغل كام مربع؟ علشان ما نتلخبطش هنشتغل 7 مربعات، يعني هنبقى احنا كنا بادئين ب5 فهنا في الزيادة بعد ال V يبقى كله هيكون 7. ادي هيبقى 1 سلسلتين وننزل، سلسلتين
نعمل ادي 2 سلسلتين، وهنيجي نعمل 3 سلسلتين ونتخطى العمودين ونيجي نعمل رابع عمود، سلسلتين وهنبتدي خامس مربع. ادي بعد الفي 1 2 3 4 5. انا بتأكد من العدد كويس عشان يكون الشغل كله زي بعضه. ادي سادس مربع، وادي سابع مربع، ومن بعديها هنبدأ نشتغل زي ما اشتغلنا هنا. المربعات اسفة العواميد هتكون فوق العواميد التانية، يبقى كده الشغل بتاعي مظبوط. يبقى كده نراجع السطر كله مع بعض. اول حاجة هنبتدي السطر بتاعنا ب5 سلاسل ارتفاع، هنشتغل 5 مربعات، هيتكون معانا اول مربع، بعديها 4 مربعات يكونوا 5، 7 عمود مربعين، 4 عواميد، بعديها 4 مربعات، 7 عمود، بعديها 5 مربعات، بعديها 7 عمود، بعديها 1 2 3 3 مربعات. وبعدين هيكون معانا هنا التزايد لحرف الفي، عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وبعديها هنشتغل مجموعة المربعات 7 مربعات، ونبدأ نشتغل شغلنا العادي 7 عواميد 2 مربع 4 عمود، نفس اللي احنا اشتغلناه هنا، وتكرار لحد اخر السطر. كده خلصنا السطر ال51. هنبتدي نشتغل السطر ال52. اول حاجة هنعمل 5 سلاسل ارتفاع. انا هنا قفلت بمنزلقة، نظبط الخيط، قفلت بمنزلقة، وهنبدأ السطر بتاعنا 5 سلاسل ارتفاع، 1 2 3 4، ادي 5. هنيجي نلف الخيط على الابرة وهعمل اول مربع. طيب انا هنا هبدأ اشكل كام مربع؟ انا عايزة اعمل 6 مربعات. انا هنا عملت اول واحد، سلسلتين، هعمل التاني سلسلتين واعمل التالت سلسلتين، 4 سلسلتين، ادي 5 سلسلتين، نتخطى العمودين ونيجي نعمل 6. بقى هنا معايا بداية السطر 6 مربعات. بعديها هشتغل 10 عواميد. احنا هنا معانا اول عمود، هنبدأ نعد 2 3 4 5 و6 في الفراغ في السلسلتين، 7 عمود فوق العمود، 8 و9 في الفراغ، 10 عمود فوق العمود. بعديها هنبدأ نشتغل 10 مربعات، سلسلتين ونروح نعمل أول عمود عشان نكون أول مربع، سلسلتين، ادي تاني مربع، سلسلتين، تالت مربع، سلسلتين، ادي الرابع، سلسلتين، الخامس، سلسلتين، هنتخطى عمودين وننزل في تالت عمود، ادي كده 6، 1 2 3 4 5 6. هنكمل لحد ما يكون معانا 10. ادي هنا 7 سلسلتين وننزل 8 سلسلتين وننزل 10. نعد المربعات نتأكد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 4 6 8 9، فاضل معانا مربع كمان عشان يكونوا 10. لازم نقعد نتأكد من العد علشان ما يكونش فيه اي غلط معانا. بعديها هعمل 4 عواميد. هنا معايا اول عمود، هنعد 4 عواميد، ادي 2 3 ودي 4 عمود فوق العمود. بعديها هشتغل 2 مربع،
هعمل سلسلتين وهنزل في اول عمود، سلسلتين وهتخطى ادي 1 2 وانزل في تالت عمود، كده عملت مربعين. بعديها هشتغل 7 عواميد. احنا هنا اول عمود معانا ادي 2 3 4 5 6 وادي 7 عمود فوق العمود. بعديها هشتغل مربعين، ادي سلسلتين واشتغل اول مربع، سلسلتين واشتغل تاني مربع. طيب انا هنا وصلت خلاص، عملت السطر كله ووصلت هنا عند التزايد اللي انا بعمله هنا مع حرف الفي. زي كل مرة بعد ما عملنا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، لا المرة دي هنعمل ادي العمود بعديها سلسلتين ونعمل عمود، سلسلتين وهنعمل عمود، ونبدأ نكمل عادي بنفس الطريقة. هنشتغل سلسلتين ونروح عند اول هنعمل سلسلتين كمان. انا عايزة اعمل 8 بعد ما عملت التوسيع الزيادة بتاعت الفي. انا هنا عملت 3 دي 4 دي 5 ادي 6 وادي 7 دي كلها مربعات، سلسلتين وهعمل 8. طيب انا هنا بقى معايا كام مربع علشان ابتدي؟ يعني انا هنا من بعد ده هبدأ اشتغل ال10 عواميد اللي ورا بعض. طيب انا هنا عملت كام مربع الفاصل بين الجزء ده والجزء ده علشان نكون متأكدين؟ عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وحدة مربعة. بعديها على طول هنبدأ نشتغل من بداية ال10 عواميد اللي احنا شرحناهم في السطر هنا. يبقى ده الفرق بين نهاية الجزء الأول وبداية الجزء التاني والزيادة اللي احنا عملناها في النص. 14 وحدة، اسفة 12 وحدة. احنا هنا معانا 12 وحدة، وهنا معانا بعديها على طول هنبدأ نبتدي بال10 عواميد. يبقى هنراجع السطر تاني. عملنا 6 وحدات، 5 سلاسل ارتفاع و6 وحدات، 10 عواميد، 10 مربعات، 4 عواميد، مربعين، 7 عواميد، وبدأنا نشتغل. الجزء بين كل سطر والتاني هيكون عبارة عن الوحدتين وبعدين التزايد الاتنين اللي عملناهم، يبقى كده 4 وبعدين اشتغلنا 8، يبقى المجموع معانا 12. ونكرر كل السطر لحد اخر السطر. كده خلصنا السطر ال52. هنبتدي السطر ال53. انا قفلت بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. اول حاجة هنرتفع 5 سلاسل. انا هنا معايا دي 1 2 3 4 5 وهبدأ اشتغل 11 مربع. يعني انا هنا هنزل بعمود كده، انا كونت اول مربع معايا. هنعمل سلسلتين ونروح نعمل تاني عمود تاني مربع، سلسلتين، تالت مربع اهو. هنكمل 11 مربع، نعدهم مع بعض. ادي 4 ادي 5 6 عمودين وندخل في التالت، 7 سلسلتين وندخل في تالت، نتخطى عمودين ندخل في العمود التالت. كده وصلنا 7 1 2 3 4 5 6 7 سلسلتين ونتخطى عمودين نعمل عمود. ادي 8 ادي 9 سلسلتين وهنعمل 10 سلسلتين ونعمل 11. بعد ال11 مربع هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3. خلاص انا هنا عملت 11 مربع.
نركز في الشغل، هيبدأ يتبدل معانا. هنعمل هنا 3 سلاسل، وهنيجي ننزل عند اول عمود هيقابلني وهشتغل فيه غرزة حشو. يبقى عملنا 11 مربع، بعديها اشتغلت 3 سلاسل ونزلت عملت غرزة حشو. بعديها هعمل 3 سلاسل كمان، وهاجي هنا ارتفع في اول عمود هيقابلني وهعمل عمود بلفة واحدة، وده الشكل بتاعها. بعديها هبدأ اكون 5 مربعات، يعني هنعمل سلسلتين، وادي اول مربع، سلسلتين وهنعمل تاني مربع، سلسلتين، تالت مربع، سلسلتين وهنعمل الرابع مربع، سلسلتين وهنعمل خامس مربع. يبقى احنا هنا مش بنعد معانا الجزء ده اللي احنا نزلنا من غرزة حشو 3 سلاسل، لا هنعد المربعات 1 2 3 4 5. بعديها هنعمل 7 عواميد، احنا اتفقنا ده اول عمود معانا، هنكمل ادي التاني والتالت في الفراغ، الرابع هيبقى عمود فوق العمود، وادي 5 و6، والسابع معانا عمود فوق العمود. بعديها هشتغل 6 مربعات، يعني هعمل سلسلتين واجي عند اول عمود واشتغل عمود، بعديها هشتغل عمود، ده تاني مربع معانا، سلسلتين وهنشتغل نتخطى عمودين وندخل في التالت نعمل عمود، بقى معانا 3 مربعات، سلسلتين وهنيجي هنا هنعمل عمود كمان، بقى معانا 4 مربعات، يبقى معانا 1 2 3 4. تمام. بعديها لسه هنكمل، احنا عايزين 6، ادي الخامس، خامس مربع، وادي السادس مربع. طيب من هنا هنبدأ نعمل شغل جديد، يعني انا هنا عملت 1 2 3 4 5 6. بعد ال6 مربعات هنكرر نفس الجزئية التقسيمة اللي احنا عملناها هنا، يعني هاجي هنا هعمل 1 2 3 سلاسل، وهاجي هنا في العمود وهشتغل غرزة حشو، اول عمود هيقابلني، بعديها على طول هشتغل 1 2 3 سلاسل وارتفع، وابدأ هنا اشتغل في اول عمود هيقابلني عمود، وكده انا اشتغلت اول جزء في السطر. عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بعديها عملنا 3 سلاسل غرزة حشو 3 سلاسل، بعديها 5 مربعات، 7 عواميد، بعديها 6 مربعات، ورجعنا عملنا التقسيمة تاني 3 سلاسل غرزة حشو 3 سلاسل. طيب عشان هنا انا ابتدي الشغل جديد وابدأ التقسيمة، احنا هنا بدأنا ب11 عمود، لا الفاصل بعد التقسيمة في بقية السطور هيكون عبارة عن 13 مربع، يعني هشتغل 13 مربع وابدأ اعمل 3 سلسلة غرزة حشو 3 سلسلة. يعني انا هنا هشتغل ادي اول 1 2 3. انا هنا عملت 13 عمود، احنا مش بنعد الجزء ده معانا، احنا بنعد من اول المربعات، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بعد ال 13 هبدأ اشتغل 3 سلاسل غرزة حشو 3 سلاسل، وهرتفع تاني في اول عمود هيقابلني بعمود، بعديها هنبدأ نكرر الجزئية دي اللي هي عبارة عن 5 مربعات، 7 عواميد، 6 مربعات، وبعدين التقسيمة. احنا شرحت دي تاني علشان ما يكونش فيه لخبطة من بداية السطر اللي اشتغلناه، علشان ده هنبدأ نقسم المفرش لأجزاء علشان نعمل الإطار، ونكمل بنفس الطريقة لحد آخر السطر. كده خلصنا السطر 53. شايفين الجزء الفيليه بدأ يظهر كله على بعضه، وبدأنا نعمل التقسيمة
تظهر من مكان لمكان. هنبدأ دلوقتي السطر ال54. اول حاجة هنشتغل 5 سلاسل، نشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهنيجي هنا في اول عمود وهنعمل عمود. طيب انا هنا هحتاج اعمل كام مربع؟ انا هعمل 10 مربعات. يعني انا هنا عملت اول واحد، هنعمل 2 3 4. انا هنا وصلت خلاص لل10 مربعات، 2 4 6 8 10. بس انا اخر عمود ما قفلتش المربع باخر عمود ده، خليته عمود غير مكتمل، وهلف الخيط على الابرة تاني، وهاجي هنا عند العمود اللي قبل على طول ال3 سلاسل وغرزة الحشو، اخر مربع موجود، هاخد من العمود التاني. احنا في العمود الاول خدنا عمود غير مكتمل، من العمود التاني هدخل وهسحب الخيط، اطلع من حلقتين، بقى معايا العمود والعمود والشغل الاساسي، اسحب كله في غرزة واحدة. يبقى انا هنا المربع العاشر العمود التاني منه انا ما كملتوش، وخدت عمود غير مكتمل من العمود ده كمان وخليتهم في غرزة واحدة، عملت تناقص في المربع، اخر مربع موجود قبل ال3 سلاسل. بعديها هشتغل 19 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 وادي 19 سلسلة. هلف الخيط على الابرة واجي هنا، احنا عندنا 3 سلاسل غرزة الحشو، 3 سلاسل. هاجي هنا في المربع ده، اول ضلع فيه، اول عمود فيه، هدخل اعمل عمود غير مكتمل. بعديها اروح للضلع التاني، للعمود التاني في المربع، واخد عمود غير مكتمل واسحبهم كلهم في غرزة واحدة. عملت فيها تناقص. يعني احنا هنا هيكون عندنا، شايفين الشكل عامل ازاي، تناقص وتناقص، وبينهم 19 سلسلة. بعديها هبدأ اشتغل 4 مربعات. ادي 1 سلسلتين، هنعمل التاني سلسلتين، نعمل 3 سلسلتين، هنعمل 4. بعديها 4 عواميد. احنا عندنا هنا اول عمود، هنعمل التاني 3، بعديها 4، بعديها هشتغل 6 مربعات ورا بعض. ادي اول مربع، ادي التاني 3، أربعة، وادي 5، اخر واحد معانا 6. طيب احنا هنا 6، وصلنا لفين؟ وصلنا لاخر مربع قبل ال3 سلاسل غرزة الحشو، ال3 سلاسل. هنعمل ايه؟ هنخلي العمود غير مكتمل. انا كملته، انا رجعت اهو تاني خليته غير مكتمل، وهسحب اعمل الضلع التاني تناقص، واسحب كله في غرزة واحدة. يبقى انا الضلع التاني او العمود التاني من اخر مربع عملته السادس، 1 2 3 4 5 6، هخليه غير مكتمل، واخد تناقص من هنا كمان عمود غير مكتمل، واجمعهم في غرزة واحدة. بعديها هشتغل، هكرر كل اللي انا عملته هنا. يعني هبدأ اعمل ال19 سلسلة، وابدأ اعمل هنا جزء العواميد. بس هنا في حاجة، انا هنا الاول هعمل لكم 19 سلسلة
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وهاجي هنا هكرر نفس اللي احنا عملناه. شايفين الثلاث سلاسل اهو مش بشتغل فيهم، هدخل في اول عمود هيقابلني وهبدأ اعمل التناقص في العمودين. ادي اول عمود وهروح للتاني على طول وهسحب كله غرزة واحدة تناقص. بعديها احنا كنا بادئين ب10 مربعات، لا الطبيعي بقى هيكون في كل دور هنبدأ ب11 مربع. يعني اول جزء هيبقى 11 مربع، وبعديها هنشتغل السلاسل، وبعديها هنشتغل 1 2 3 4 مربعات، وبعديها 4 عواميد، بعديها 6 مربعات. يبقى هنا بعد ما عملت 19 سلسلة والتناقص هعمل 11 مربع. وبكده هكرر كله. الجزء الاول 11